ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ليه دايما الست ما بتنساش المواقف حتى لو عدى على الموقف 30 سنة او 40 سنة او 20 سنة؟ بتفضل فاكرة الموقف بتفاصيله بكل احداثه بكل اللي حصل فيه. وممكن ان الراجل اللي معاها يتفاجئ قد ايه هي لسه فاكرة الموقف بتفاصيله، قد ايه لسه بتتكلم عنه كأنه حصل امبارح، وقد ايه الموقف دوت مأثر فيها جدا وفي نفسيتها، وحطاه مع الأشياء اللي هي مش قادرة تسامحه على الموقف دوت. الإجابة هي باختصار إن في الوقت دوت أو في اللحظة دي الست ما تراضتش كويس، أنت ما قدرتش إن أنت تراضيها وتصالحها وتخليها تطلع كل اللي جواها من كبت ومن مشاعر ومن أشياء هي حاسة بيها في اللحظة اللي بتكون الست عندها مشكلة أو حاجة مضايقاها. الراجل ما بيديلهاش حرية التعبير عن الموقف أو إحساسها عامل إزاي أو هي حاسة بإيه، أو ما بيسيبهاش تكمل كل اللي جواها من وجع ومن حزن ومن ضيق. بيبقى عايز يلم الموضوع ومش عايز يسمع، مش عايز عتاب، عايز الموضوع يتقفل بسرعة. هو بالنسبة له بيبقى اتقفل، لكن بالنسبة لها هي ما اتقفلش خالص. هي تركته في اللاوعي، حطيته كده مع المواقف المتخزنة على جنب في قلبها من جوه، وما نسيتوش وبتفضل فاكراه بتفاصيله بكل حاجة فيه. ولما تيجي تقول لها طب انتي الستات اللي بيطلبوا الطلاق بعد 40 سنة وبعد 30 سنة، لما بتيجي تقعد معاهم بتلاقيهم بيحكوا لك حاجات حصلت من 20 سنة، وتفضل تحكي الموقف وبيبقى تعبير وشها والغضب والحزن والزعل، وكل حاجة هي بتحكيها كان المفروض ان انت كرجل او كزوج او كأب او كأخ او كأي شيء ان انت تسمع هي عايزة تقولك ايه بانفعالاتها باحساسها بزعلها بوجعها بتعبيرها بكل شيء. لكن انت حاولت ان انت تقفل الموضوع بسرعة عشان انت مش عايز عتاب، مش عايز الحوار يكبر. بالعكس، لو كنت سِبتها عبّرت عن كل حاجة جواها وعن كل المشاعر اللي مضايقاها، يمكن كان الموضوع فعلًا اتقفل وانتهى، وكان هيبقى موقف وعدّى ومش هتذكره بعد كده. لكن اللي بيحصل إن الست بتخزّن المواقف اللي بتضايقها موقف مع موقف مع موقف، وبتلاقيها بعد كده بتسترجع لك كل هذه المواقف بعد آلاف السنين أو بعد مئات السنين أو بعد عشرات السنين، وهي لسه فاكرة كل موقف بحذافيره وتفاصيله، وحصل فيه ايه وايه اللي ضايقها فيه وانت قلت ايه وهي قالت ايه. كل دوت كل المواقف دي مش بتتنسي، لان هي فعلا في الوقت دوت معبرتش عن اللي جواها، ما قالتش كل اللي مضايقها، ما لقتش الاحتواء والكلمة اللي تراضيها، وان حد يسمعها ويسمع الشكوى والموقف اللي حصل والحاجة اللي ضايقتها بنفس الطريقة وبكمية الإحساس اللي هي نفسها